في واحد العالم اللي كلشي متبع السعادة اللحظية، ولا خلينا نسميوها سعادة للدية. كلشي تجري مورا جرعات دوبامين سريعة وغير متوازنة للحصول على اللذة. كلشي كيلهث مورا الفلوس، الشهرة، الثراء الفاحش، في حين أن السعادة الحقيقية ماشي هنا. وفهمت باللي السعادة ما كتلقاش وإنما كتعاش. وعلماء الناس كيقولوا بلي كاين جوج أنواع ديال السعادة: سعادة للدية اللي ديجا ذكرناها، الأكل، الجنس، الضحك، وكتكون قصيرة وكتطلب الزيادة. وسعادة اللي هي عميقة، المعنى، العلاقات، الإنجاز. السعادة الأولى هي مجرد سعادة نسبية لحظية، والثانية هي السعادة اللي نقدر نقولوا عليها مطلقة تقريبا، وتقدر تعيشها ديما إلا فهمتي كيفاش تطبقها. وهي كاينة في أنك تعيش اللحظة وتفائل، وهادو أحسن جوج حوايج في هذا العالم اللي ولا كلشي غادي بواحد السرعة خايبة. كتكون كتاكل كتفكر تسالي تهز التليفون، كتفرج في شي لعبة في التليفون كتفكر تمشي تخرج، كتفكر تجيب التليفون وتفرج. وليتي كدور في واحد الحلقة مفرغة، في واحد السحك اللي خاوي، ومبقيتيش قادر انك تعيش اللحظة. الا ما كانتش اللحظة فراه ما كايناش السعادة. خاصك تكون كتحضر من فمك وكتحس بالطعم ديالها، وتنضرب شوية وانت مستمتع. تكون كتكتب شي حاجة، كتب شوية وانت مركز مع الحروف ومستمتع بالكتابة. تكون كتفرج شي فيديو طويل تركز معاه وتسمع مزيان، ماشي تفكر شنو غدير موراه. واحد المقولة عظيمة اللي كنت سمعتها كتقول: الوقت الحالي هو الوقت الحالي، ومن بعد هو من بعد. والبلان الثاني هو التفاؤل. والله صديقي، فاش كتفائل راك كتحس بواحد السعادة اللي كبيرة ودائمة. واحد الدراسة كانوا داروها لقاو باللي 85% من داكشي اللي كنكونوا خايفين منه يقع ما كيوقعش. ملك ديما مقلق غادي تبقى هادي وكتبقى حاضر راسك في أسوأ الاحتمالات. تفائل وغادي تلقى غير الخير. التفاؤل كلشي كيتفق معاه. الاسلام، علم النفس، الفلسفه. وفي الفلسفه الرواقيه كيامنوا بواحد البلان زوين، باللي ماشي الاحداث اللي كتعذبنا ولكن نظراتنا ليها. داكشي علاش كيقولوا باش تعيش السعاده خاصك تتحكم في اللي تقدر تتحكم فيه، افكارك وردود الافعال ديالك، ونقبل اللي ما نقدرش نغيره. النتيجه كتحس بواحد الهدوء داخلي حتى وسط العواصف. وحتى الاسلام ديالنا كيامن بنفس الفكره، يقول باللي السعاده كاينه في جوج حوايج: طمأنينة، ونصدر الآية الكريمة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني القلب اللي مرتبط بالله ما كيبقاش ضايع. الرضا، النبي صلى الله عليه وسلم كيقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أصابته سراء شكر، وإن أصابته ضراء صبر. السعادة هنا ماشي هي الشكر، السعادة هنا هي الشكر في النعم والصبر في المحن. حرفيا باللغة التقريرية ناشفة هي تعيش اللحظة وتحمد الله وتفائل وتصبر. هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. كان معكم جاد، خلي لي الرأي ديالك في كومنت واقترح علي مواضيع جديدة وسأكون لكم من الشاكرين. طلعوا.